السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا. في فيديو بسيط حابب إن أنا أشوف مع حضراتكم علشان الحمد لله إن هو يعني أكد معلومة أنا كنت بتكلم فيها في الكورسات مع كتير من الطلاب. خلينا بس الأول نقول أنت طبيعي بما إنك بتتعلم لغة إن أنت تحاول تسمع أهل اللغة بيقولوا إيه وتقلدهم، تحاول تتكلم زيهم بالظبط. أمر طبيعي جدا علشان تقدر تحصل على الانتوناتسيون، النغمة بتاعت الجملة نفسها ونغمة الكلام نفسه، بالاضافه للكلمات والمصطلحات الاكثر استخداما. ولكن في ناس كتيره مش مصدقه ان الالماني زي اللغه العربيه في مستويات في الكلام بتختلف حسب تعليم الشخص. الشخص المتعلم بيستخدم مفردات اكتر، بيستخدم كلمات متنوعه اكتر توصل المعنى بدقه اكتر، ليه كده لحن في الكلام مختلف عن الشخص اللي تعليمه قليل او المجرم أو الى اخره. فالفيديو ده وقع قدامي كده بالصدفه وانا بتفرج على احد التقارير اللي بيعرضها جاليليو، ده برنامج شهير جدا في المانيا بيتعرض على برو 7، على قناه برو 7. وفي حته هم طبعا المراسل بتاعهم راح على اساس ان هو هيعمل لمده يومين اوس بيلدونج، هيشارك فيه الاوس بيلدونج بتاع البوليتساي. فاللي حصل ان في سيناريو بيلعبوه، المفروض ان هم داخلين بقى كضباط خلاص بعد ما خلصوا الاوس بيلدونج، طبعا ده مشهد تمثيلي يعني، واحد الضباط بيعمل ايه بقى؟ بيلعب دور مجرم. فالجميل في الموضوع انا عايزك تسمع بس هم خلوا المجرم يتكلم ازاي. يعني شوف الشرطه اتكلمت ازاي وشوف المجرم اتكلم ازاي. اتفرج معايا كده. Der führt sich total auf. Ja, bleiben Sie mal bitte hier stehen. Hallo, die Polizei. Schön. Bleiben Sie mal dort stehen, bitte. Was wollt ihr von mir? Haben Sie einen Ausweis dabei? Nix hab ich. Bleiben Sie jetzt mal stehen. Wenn Sie خدت بالك والشرطه بتقول له bleiben Sie doch mal stehen. زي رد هو قال لهم ايه؟ was wollt ihr von mir؟ اللي بننبه عليه يا جماعه انك تتكلم بزي حاجه وانك تتكلم بدو حاجه تانية. يعني واحد بيتكلم ناس ما يعرفهمش بدو هيقول لي ما انا سمعت الالمان بيقولوها، ايوه انا معاك، بس انت بتتكلم على مستويات تعليم مين؟ يعني دخلت على موظف مثلا في مكتبه وقلت له دو، انت بالنسبه له كده مجرم، شخص مش متعلم، شخص مش متعلم حتى لو الماني. انا مش بتكلم مش متعلم اللغه، انت حتى لو الماني فيعتبر بالنسبه له هو شخص جاهل ما بيعرفش يفرق بين التعامل الرسمي. كانك كده جايب واحد من الشارع مدخله مثلا مؤتمر اطباء، فاكيد مش هيعرف يتكلم بشكل لائق. الجمله اللي بعدها قال له haben Sie einen Ausweis؟ شفت رد قال له ايه؟ قال له نيكس هوبيش. انت سمعت لحن الكلام وسمعت استخدام نيكس مش نيشتس. هتقول لي برضو ما في ناس بيقولوا نيكس، انا معاك، انا مش معترض على ده كله. يعني هو ده مش فيديو تعليمي، هو بيوريك المان بيتكلموا مع المان، ولكن الفرق في جوده الكلام. فده اللي بننبه عليه. مش كل اللي انت تسمعه في الشارع في المانيا تطبقه بحذافيره. ليه؟ لانك ممكن تكون بتسمع شخص مش متعلم، شخص تعليمه سيء جدا، شخص عربجي زي ما بيقولوا كده. فحاول ان انت تحسن من لغتك باكبر شكل ممكن. بس انا يعني حبيت الفت النظر النقطه دي، لان في ناس كتيره ما بتصدقنيش انا كمصري وانا بقول لهم النقطه دي، فيفتكر اني اقول لك يعني هو هيعدل على الالمان. ادي قدامك مثال حي للي احنا بنتكلم فيه بالضبط.